قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هنت عليك يا رب، هنت عليك يا رب. يلا عصيت ربنا، يلا عصيت ربنا. هو انت رخيص عند ربنا؟ لما هو غالي فربنا عصمه يبقى انت هنت عليه. يا كل واحد عصيت ربنا انت هاين على ربنا، انت هاين على ربنا، ولازم تقف مع نفسك اكبر من مشكله الذنب. انت ليه هنت عليه؟ انت ليه سابك؟ انت ليه ما عصمتيش؟ انت ليه ما صرفش عنك السوء والفحشاء؟ ان كل عصيه اللي تبرجت انت هنت على ربنا، يا اللي شربت السجاير انت هنت على ربنا، يا اللي عصيته ربنا انت هنت على ربنا. 5 مليار كافر على وجه الكره الارضيه هاينين على ربنا. بكت عيني، بكت عيني، بكت عيني على ذنبي، بكت عيني على ذنبي، على ذنبي، بكت عيني على ذنبي، بكت عيني، بكت عيني على ذنبي، بكت عيني على ذنبي، على ذنبي، بكت عيني على. يا عاصي انت هنت على ربنا، يا اللي عصيت ربنا، ربنا ما عصمكش ليه؟ ربنا سابك ليه؟ في حاجه خلتك تهون على ربنا، في حاجه خلتك تهوني اكبر من مصيبه ان الواحد يعصي، اكبر من مصيبه ان يتكتب عليه معصيه، ان خلاص انا ما عادش ليا قدر عندك يا رب، انا ما عادش ليا قيمه عندك يا رب. انت يا رب لو عزيت عليك كنت كنت هديتني يا رب، كنت رفعتني عن اللي انا فيه، كنت وقفتني بين ايديك في الثلث الاخير يا رب، كنت رفعتني بطاعتك وعلمتني وخدتني اليك. انت يا رب، انا يا رب ليه واقف في الطريق؟ انا يا رب ليه ما بتقدمش؟ انا يا رب ليه بعصي؟ انا يا رب ليه بقع؟ انا هنت عليك يا رب، هنت عليك. في ناس ربنا بيعصمها. احد اخواني وكان يعني على علاقه بفتاه، واتفق معاه ان هو هينزل النادي ويتقابلوا مع بعض، يعني حب من اللي بيسموه مجرد علاقه بريئه دلوقتي، واتفق. فقال لي افوت على واحد صاحبي يعني اسلم عليه قبل ما انزل اروح النادي. فيعني نزل راح لصاحبه، صاحبه ده كان لسه مش ملتزم برضه، لقى واحد صاحبه ملتزم قاعد يدعو صاحبه الى الله، فهو قاعد يسمع الكلام كانه طرقات على قلبه بالظبط. كانت اللحظه دي لحظه هدايته وتوبته، واتصل ولغى هذا الموعد. بيقول لي سبحان الله، انا برتب للمعصيه وربنا بيرتب لهدايتي، انا برتب ان انا اعصيه وهو بيرتب ان هو هيجيبني ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. عايزين يا جماعه، عايزين يبقى عند ربنا غاليين، مش عايزين نهون على مولانا. اللي بيعصي ربنا ما هوش حاسس بالمصيبه اللي هو فيها. يا جماعه انت عارف العصي ده عامل زي ايه؟ العصي ده يا ابني عامل زي واحد بيروح الشغل بتاعه فبيتاخر، يا ابني ما تتاخرش حاضر، ويتاخر يا ابني ما تتاخرش حاضر. بعد كده بقى يتاخر محدش يكلمه، بقى يقعد في بيته يومين وما يروحش محدش يقول له انت عملت ايه. يفضل يعصي ربنا لغايه ما يهون على ربنا، لحد ما يبقاش عنده لله خلاص، ما عادش عنده قيمه عند الله سبحانه وتعالى، لحد ما يروح. ولكن في ناس غاليين قوي عند ربنا، ليه ما تبقيش منهم؟ ما سالتيش نفسك ليه؟ انا فين منك يا رب؟ انا فين عندك يا رب؟ انا اسمي ايه عندك يا رب؟ انا قريبه ولا بعيده يا رب؟ انا قريبه ولا بعيده؟ انت راضي ولا مش راضي؟ انا غاليه ولا رخيصه يا رب؟ انا انت ايه عندك؟ انا ساوي ايه عندك؟ يا جماعه اللي هيهون على ربنا في الدنيا هيهون عليه في الاخره. خافوا يا اخواني، ده حاجه ترعب. اللي هيهون على ربنا في الدنيا هيهون عليه في الاخره.
احد يعني الشباب، ويعني كان يعني شاب فيه خير ولكن يروح ويجي، فيعني في مره من المرات للاسف اتفق على انه هيقع في الزنا والعياذ بالله في ميعاد معين، وكان رايح في هذا المكان في هذا الميعاد. فبيقول لي انا نمت عشان اصحى على الميعاد، بيقول صحيت لقيت جسمي كله بثور، كله زي الدمامل، كله زي الحبوب، جسمه كله. فاتصلوا باستاذ امراض جلديه فجي يشوفه، يعني مرض، بيقول له المرض ده ممكن يشوه لك جسمك طول حياتك، ومهما كانت الحبوب دي مؤلمه ومهما كانت بتحك في جسدك ممنوع انك تلمسها، ولازم تفضل في السرير الايام ديت. القضيه يا اخواني، القضيه الاخطر، القضيه الاخطر ان ربنا عصمه من انه يقع، ان ربنا حفظه من انه يقع. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعلم فيك خير يعصمك بسببه. طب اللي ربنا ما عصموش، طب اللي اتساب يقع، طب اللي اتساب يعصي، ده عند ربنا ايه؟ عند ربنا ايه؟ في ناس ربنا بيعصمها يا اخواني. يا اخواني اللي بتاع ربنا ده غالي عند ربنا، ما تعرفوش ربنا بيحفظه قد ايه، ما تعرفوش ربنا بيسدده قد ايه، ما تعرفوش ربنا بيأيده قد ايه، ما تعرفوش لو حد ظلمه ربنا بينصره قد ايه، ما تعرفوش لو الابواب اتقفلت في وشه ربنا بيفتح له ابواب قد ايه، ما تعرفوش لما بيرفع ايده رفعه ايده عند ربنا غاليه قد ايه، ما تعرفوش لما الدمعه اللي نازله من عينه، الدمعه اللي نازله من عينه غاليه عند ربنا قد ايه، ما تعرفوش ربنا ما بيسيبوش ازاي. لا يمكن يسيبه، لا يمكن يسيبك لو بقيت غالي عنده، لا يمكن يتخلى عنك ابدا، لا يمكن يضيعه، لا يمكن يتولى عنه. يا جماعه يا جماعه، مين فينا يختار يبقى غالي عند ربنا؟ ويا خجلي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصي